بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنبدأ إن شاء الله النهاردة الفيديو بالأم اللي على طول ماسكة التليفون ومتجاهلة أطفالها. الأم اللي طول اليوم ماسكة الموبايل. اسمعي الكلمتين دول كويس وركزي معايا. في لحظة انشغال واحدة ابنك أو بنتك بيكونوا محتاجين حضن، محتاجين كلمة، محتاجين حد يحس بيهم، وانتي مشغولة بصفحة، بصورة، بفيديو، حاجات كلها بتروح، لكن تأثير غيابك ما بيروحش. الطفل اللي بيكبر وهو شايف والدته دايما على بيترسخ جواه حاجتين. أول حاجة إن مشاعره مش مهمة، تاني حاجة إن أي جهاز أهم منه، وده بيعمل جروح نفسية محدش بيشوفها، بس هي اللي بتطلع في السلوك بعدين. لما ابنك يجي يكلمك فتقولي له لحظة بس، اللحظة دي بالنسبة له ساعات. لما بنتك تبقى عاوزة تحكي لك حاجة صغيرة في يومها وانتي مشغولة، هي هتتعلم ان مفيش لازمة تحكي، ومرة ورا مرة العلاقة بينكم هتتبني على الصمت مش على الكلام. الأم مش بس أكل وشرب وتنظيف، الأم أمان. الأمان اللي الطفل بيشوفه في عينك مش على شاشة تانية. الأم احتواء، الاحتواء اللي بيجي من كلمة أنا سمعاك. الأم استماع، مش وجود بس، وجود بجد. اسألي نفسك سؤال بسيط: هل الموبايل ده يستاهل ان ابنك يكبر وهو فاكر انك كنت موجودة جسد بس مش عقلا ولا قلبا؟ هل فعلا الفيديو اللي بتتفرجي عليه اهم من ملامح بنتك وهي بتحكي لك بكل براءة؟ هل السوشيال ميديا اهم من تكوين شخصية عيالك؟ الطفل اللي مش بيلاقي امه جنبه بيكبر بفراغ، فراغ نفسي بيخليه يدور على اللي يسمعه في اي مكان ومع أي حد، ويمكن في وقت غلط جدا. وبيوم من الأيام هتتمني ترجعي تسمعي كلمة صغيرة منهم ومش هتلاقيها. قللي وقتك على الموبايل، مش علشان حد ينتقدك، لا، علشان ولادك يستحقوا أم عايشة معاهم مش مع شاشة. اعملي وقت للضحك معاهم، للعب، لتحكي، للونس اللي مفيش جهاز في الدنيا يعوضه. وابتدي بخطوات بسيطة، نص ساعة كل يوم بدون موبايل، ساعة كاملة تلعبوا، وقت ثبات للحوار، وقت تسمعي فيه بس بدون مقاطعة. الكلام ده مش عتاب، ده إنقاذ لعلاقة بين أم وعيالها قبل ما تكبر المسافة ما بينهم. ولادك محتاجينك، مش نسخة منشغلة منك. عاوزين حضنك مش ظهرك وانت متصلة بالشاشة، وعاوزين عينيكي مش عين شايفة بس تليفون. اعملي اللي تقدري عليه وابدأي النهاردة قبل ما تضيعي لحظات مش هتتعوض. اسمعي الكلام ده كأنه آخر انذار لقلب أم بتحب ولادها بس مشتتة. في لحظات في حياة الطفل لو راحت مش هترجع. الضحكة اللي كان مستني يشوفها على وشك، الكلمة اللي كان محتاج يسمعها، النظرة اللي كانت هتطمن، كل ده بيضيع وسط إشعار ومكالمات ملهاش آخر. انت لما تمسكي الموبايل كتير ابنك مش شايف ام مشغولة، هو شايف ام مش عايزاه، شايف نفسه رقم تاني بعد الشاشة. وده بيوجع بطريقة محدش يحسها غير طفل بيتمنى اهتمام بسيط. الطفل اللي امه مشغولة دايما بيكبر بسرعة غلط، بيتعلم يعتمد على نفسه مش من قوة لكن من عدم وجود. بيتعلم يكتم مش لأنه كبير لكن لأنه فقد الإذن اللي كانت المفروض تسمع. اسألي نفسك السؤال اللي بيكشف الحقيقة: لو ابنك وقع دلوقتي وعيط هتسيب الموبايل فورا ولا هتقولي ثانية؟ لو بنتك قالت ماما شوفي 5 مرات وانتي مشغولة، فاتها كام لحظة اهتمام؟ لو كل يوم في حياتهم ضاع منه 3 ساعات وانتي ماسكة الموبايل، كام سنة من علاقتكم هتتسرق؟ الموبايل ممكن يسرق منك الحاجة اللي مستحيل أي فلوس ترجعها. سرقة الأمومة، سرقة اللحظات،
سرقة الذكريات اللي المفروض تتسجل في قلبهم. أكتر لقطة وجع ممكن تشوفيها يوم ما ولادك يكبروا ويتعودوا يعيشوا من غيرك، لأنهم يتعودوا من بدري إنك مشغولة. يكبروا ويكتموا، يكبروا ويلجأوا لحد غيرك، يكبروا مش هيحكولك، مش لأنهم مش بيحبوكي، لكن لأنك من أول يوم علمتيهم كده. انت مش محتوى ترفيهي، انت حضن مش شاشة، انت مصدر أمان مش إشعار. اعملي لنفسك عهد من النهاردة، ولادي قبل أي حاجة. من النهاردة لما ينادوني هرد، لما يحكوا أسمع، لما يعيطوا أحضن، لما يضحكوا أضحك معاهم. خلي وقت للموبايل وقت فراغ مش وقت الأمور. والأهم ما تستنيش يوم الندم، ما تستنيش حد يقولك كنت فين، ما تستنيش تبص لصور قديمة وتتفاجئي إنك فاكرة تفاصيل الموبايل أكتر من ولادك. ارجعي لنفسك وارجعي لولادك. ده مش ضعف، ده وعي، مش تضحية، ده واجب ومش تقليل منك. ده أكبر إثبات على إنك بحق. في بتقول هو أنا ما بعملش إيه، أنا طول اليوم معاهم. لكن الحقيقة وجود الجسد مش هو وجود الأم. الطفل مش بيشوفك قاعدة في نفس الأوضة، هو بيشوف قلبك فين وعقلك فين وعينك بتبصله ولا الموبايل. الطفل محتاج تحس، مش تشوفه كعامل إزعاج. محتاج تتفاعل، مش تقول معلش مشغولة شوية طول اليوم. محتاج تحضن، مش تدي تابلت. في أطفال دلوقتي بقوا يتعلموا المشاعر من الكرتون، لأن الأم مشغولة في السوشيال. بقوا ياخدوا الحنان من لعبة، لأن مفيش حضن حقيقي. بقوا يضحكوا لوحدهم، لأن مفيش حد يسمع. والأم مش واخدة بالها إن كل حاجة بتتسجل جواهم، وكل وجع بيبقى علامة في شخصيتهم. الأم اللي دايما على الموبايل بتخسر حياة صغيرة جدا لكن قيمتها كبيرة جدا. بتخسر أول كلمة قالها ابنها وهي ماسكة التليفون، بتخسر نظرة فخر من بنتها وهي بتوريها رسمة، بتخسر لحظة خوف ابنها اللي كان محتاجها فيها، بتخسر تفاصيل، والتفاصيل دي هي اللي بتبني القلب. والأخطر إن الطفل لما يكبر ويتعود إنك مشغولة، هيبقى طبيعي بالنسبة له إنه ما يلجأش ليكي. هيتعلم يحل مشاكله من غيرك، ويتعامل مع الدنيا من غير ما يرجعلك. هيبقى في بيتك بس مش منك، وهيكون في حاجز بينكم انت اللي بنيتيه بإيدك من غير ما تاخدي بالك. عاوزة الحقيقة القاسية؟ الطفل اللي اتربى على ماما مشغولة هيقولها لك يوما ما، بس انت اللي هتتوجعي. هيقول مش مهم يا ماما عادي، وهتفتكر الجملة دي بسيطة، لكن هي معناها الحقيقي اتعودت انك مشغولة، فتعودت ما اعتمدش عليكي. قبل ما توصلي للمرحلة دي وقفي، خدي خطوة وارجعي لولادك. اعملي اليوم من غير موبايل، اعملي ساعة يوميا تكوني ليهم بس. اكتبي وقت مخصوص للمحتوى والشغل ووقت مخصوص للأمومة. مش لازم تكوني كاملة، بس لازم تكوني حاضرة. ولادك مش مستنيين خارقة، هما مستنيين بتسمع، بتحضن، بتضحك، بتشارك. الأم اللي بتحتوي، مش الأم اللي بتختفي. رجعي الدفى للبيت، رجعي صوتك اللي بيطمن، رجعي وقت للعب، وقت للهزار، وقت الونس، لأن الوقت ده هو اللي بيفضل. أما الموبايل هيفضل بعدهم، بس هم مش هيفضلوا أطفال طول العمر. وفي الآخر قبل ما تطفي الفيديو خدي نفس وافتكري إن كل كلمة سمعتيها دلوقتي مش لوم، ده نور بيوجهك لحضن ولادك. ابدأي من النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة، والنتيجة هتشوفيها في عيونهم قبل أي حاجة. ولو الكلام لمس قلبك فعلا، ما تنسيش تدعمي الفيديو عشان يوصل لكل محتاجة تسمعه. اشتركي في القناة واضغطي إعجاب، دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم محتوى يغير بيوت وقلوب. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.